صباح الخير، صباح السعادة وراحة البال على عيونكم يا طيبين. شلونكم؟ أخباركم؟ يا رب تكونون بخير وبأفضل حال. اليوم رجعت لكم بروتين بسيط من يومياتي البسيطة، إن شاء الله راح يعجبكم وتقضون وقت ممتع بمشاهدته. قبل لا نبدي بفيديونا وبروتيننا صلي على محمد وآل محمد، وإذا ما مسوين اللايك سوون اللايك، وإذا ما مشتركين بالقناة سووا الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصل كل شي جديد مني. ومثل ما شفتوا ببداية الفيديو جهزت الريوق وبعدها بخرت البيت وشغلت الرقية الشرعية، موجودة تقدرون تطلعوها باليوتيوب، تكتبون الرقية الشرعية للحسد وتهدئة الأولاد وللرزق، يعني لهواي أمور وكلش عليها فرق هواية. انتوا تنظفون انتوا وتشتغلون تطبخون، يعني من تشغلوها استنطوا إلها، راح تستفادون من عندها وتحسون تغير بالبيت كلش هواية. وبعدها أكيد حضرت الكابتشينو، يعني هنا ينطي طاقة إيجابية كلش حلوة. وبعدها أكيد هنا شفت الاستقبال يحتاج تنظيف خفيف، وبعدها نظفت لأن تعرفون مجهزة الدولمة قبل بيوم، لأن الدولمة تحتاج وقت كلش هواية بالشغل، فأكيد رتبتها لأن بيت العائلة طلبوا من عندي الدولمة فجهزتها قبل بيوم حتى أكون مجهزة كل أموري ثاني يوم، بس أتريق وأنظف تنظيف خفيف، وحتى أكون من أنا طالعة البيت نظيف ومرتب وأرجع بكل راحة وطمأنينة للبيت من أنتوا تشوفوه مرتب ونظيف. فكل واحد وطبيعته بأجواءه وبروتينه، فحبيت أنطيكم كفكرة، وهذه إن شاء الله تستفادون من عندها. وما شاء الله أنتم ما قاصرين بالترتيب والنظافة، وإن شاء الله هذا للاستفادة للمبتدئات اللي دائما يطلبون يقولون علمينا على الروتينات اللي أنت تستفادين من عندها، فهذا الروتين اللي أنا معتمدة عليه. وبعدها أكيد هنا بلشت بالدولمة اللي أنتوا تحبوها واللي تفضلوها، يعني مثلا الفلفل إذا ما حبيتوا عادي تقدرون تستغنون عنه، والخضار اللي أنتوا تحبوها السلق والبصل والطماطة والبوتيتا والباذنجان، وهنا الشجر أو القطين هنا أنتوا اللي تفضلوه وتحبوه. طبعا هنا بالبداية البصل فورت المي مالته وراح أخليه أفتحه بالنص بالوسط وأخليه بالمي الحار لحد ما يتغير لونه. بين ما يتغير لونه طبعا هنا حفرت كل المواد والخضار، هنا الحفرة البسيطة اللي انتوا تقدرون عليها، ايش قد ما تقدرون تخففوها عادي تقدرون عليها. وكل المواد اللي حفرتها طبعا هنا راح أثرمها بمحضرة الطعام. طبعا أرجع وأنوه عليكم وأنبهكم بأنه هذه الروتينات اللي أنزلها البسيطة مو للي يعرفون والمحترفين بالطبخ، وإنما هذه الروتينات والطبخات اللي أنزلها للمبتدئين. لأن هواية قلتوا مدى نعرف أن نسوي حفرة الباذنجان والبوتيتا والخضار المال الدولمة مدى نسيطر عليها وتنفتح عندنا بسرعة وتتكسر. فهنا أنا حفرتها على القد اللي أنا أقدر له، يعني أنتوا تقدرون مثلا تخففوها إذا ما صارت عندكم خفيفة تقدرون تخففون من عندها شوية شوية. وبديت هنا أحفر بالباذنجان أو الباذنجان اللي أنتوا تسموه. بديت أحفر نوعين من الباذنجان، يعني مثل ما شفتوا هاي هنا حفرتها حفر عادي، وذيك الثانية حفرتها بالنص، يعني قسمتها نصين وحفرتها حفر طبيعي. وبعدها هنا هذا مي البصل يعني حار، لأن السلق من تسووه راح يتكسر عندكم، وهنا راح أذبله بس تذبيلة كلش خفيفة تقريبا 5 دقايق مو أكثر،
يتغير هيش لونه، وما اخليه على النار، بس على حرارة وشوية يتذبل. وبعدها اصفيه من المي. وهنا أنا بديت افتح بالبصل. هنا أنا أحب الدولمة تكون كلش صغيرة، يعني البصلاية أقسمها 3 أقسام أو قسمين حتى يكون كلش صغير البصل. وهنا أنا مثل ما تشوفون المكونات راح أبدي بيها. ملعقتين تمر الهند، هنا أنا ضفت عليه مي وصفيت من النوع، وراح أضيفه على المواد اللي خلطتهم بمحضرة الطعام، كل الخضار هنا. وإذا أنتم ما متوفر عندكم تقدرون تضيفون بس الدبس الرمان 3 ملاعق، بس أنا ضفت هنا دبس الرمان ملعقتين وتمر هند ملعقتين، لأن إضافة التمر الهند كلش تنطي طعم طيب. وهنا أنا ضفت مثل ما تشوفون ضفت الدبس الرمان. إذا أنتم تحبوها حامضة حلوة تقدرون تضيفون تمر الهند بس. وبعدها هنا أكيد ما نستغني عن المعجون، تقدرون تخلوها حمرة، تقدرون تخلون 4 ملاعق من المعجون. هنا أنا استخدمت 3 كوابة من التمن العنبر أو الرز الحبة القصيرة. واستخدمت نص كيلو من اللحم المفروم، إذا ما متوفر تقدرون بس اللية، أو إذا ما تحبوها باللحم أو اللية تقدرون تستخدمون بس الخضار، يعني للناس النباتيين. وضفت عليها نص غلاص من الزيت، وبعدها ضفت 3 ملاعق من الملح، وراح أخلطها لحد ما أشوف المواد كلها متجانسة. وبعدها راح أضيف، وضفت عليها كمية من النشبنت المجففته، وإذا ما متوفر عندكم تقدرون تستخدمون الفرش. وبعدها ضفت كاري المختار، وراح أضيف عليها التوابل اللي أحتاجهم. طبعا هنا التوابل اللي انتو تفضلوها، يعني أني هاي المواد التوابل كلها معتمدتها على الدولمة لأن تنطي كلها طعم طيب. هنا ضفت ال7 بهار، وبعدها ضفت ملعقتين من السماق أو السماق، لأن هاي الإضافة تنطي طعم للدولمة الحموضة وتعادل الحموضة والملوحة. وراح أخلط المواد كلها سوا، وبعدها أضيف فلفل الاندومي أو أي فلفل تفضلوه إذا حبيتوها سبايسي تكون. وهنا خلطت كل المواد، وبعدها أكيد هنا أنتو تجربون الطعم مالتها. أكيد بقاعدة القدر إذا عندكم الضلوع، بس أنا ما حبيتها بالضلوع لأن ضايفة اللحم المفروم، استغنيت عن الضلوع. إذا متوفر عندكم عادي تقدرون تخلوها بقاعدة القدر. هنا راح ألف كل المواد، ومثل ما تشوفون لا تحشوها زايد لأن حتى تاخذ راحتها المواد وتقدر ترتاح وتاخذ المونة وصحيحة. بديت أحشي الطماطة والفلفل. طبعا شوفوا هنا ما شايلة الفلفل والطماطة حتى أغطيهم من أكمل الحشوة. وهنا أنا بديت أحشي السلق مثل ما تشوفون هنا. لا تضغطون عليها زايد حتى تكون مترهاية. وهنا إذا عندكم سلق مفتح تقدرون تاخذون السلق الورقة الصغيرة وتقدرون ترتبوها حتى يكون عندكم كل السلق مرتب. وهنا أنا بديت خلصت الدولمة كلها وصارت بهذا شكلها. طبعا هاي الكمية سوت لي قدرين، يعني قدر للعائلة وقدر لأختي أخذته. أكيد الدولمة تحلى باللمة. وبعدها
خليتها بالمجمدة حتى الصبح اخذها واروح البيت العائلة. طبعا هنا مثل ما تشوفون اجيت ببيت العائلة وبديت استوها، وهنا شفت كمية المي لازم يغطي المواد كلها. شفتها تحتاج مي، ضفت عليها كمية من المعجون ملعقتين، وبعدها دبس الرمان ومي، وضفتهم وخلطتهم وملح وضفتها عليها، وبعدها فارت وصارت بهذا الشكل بعد ما تهدرت. وأكيد تحتاج هنا الخبزة حتى نقلبها القلبة الخنفشارية هنا. أكيد صارت الطعم ولا أروع من عنده. وهنا تشوفوها شلون صارت جاهزة، أويلي تموت. وهنا سهمنا وسهمكم ألف عافية. لهنا وصلنا لختام الفيديو، لا تنسونا بتعليقاتكم الحلوة. أترككم في أمان الله وحفظه، مع ألف سلامة.